مرحبا يسعد أوقاتكم. اليوم وصفتنا وصفة حلو طيبة صوص الشوكولا مع البسكوت. بدنا نستخدم لتر من الحليب، تقريبا 5 كوبايات من المي مع كوب من الحليب الناشف، وهضيف عليهم ملعقة من النشا. كله عم بستخدمه هون بعدني على البارد، عم دوبهم ما دويت الغاز. هضيف عليهم كمان للحليب والنشا 3/4 كوباية من السكر، وبحركها. كل ما أضيف شوي أو مكون بدي أحرك، وبرجع بضيف عليه بعد ما يدوب السكر كوب من الطحين أو الدقيق المنخول. بنخله وبرجع كمان بحرك. وآخر شي بدي أضيف عليهم كباية من الكاكاو غير المحلى، كمان أنخله وأضيفه فوقهم، ويصير عنا الخليط جاهز. ساعتها بدوي الغاز. من بعد ما أخلط كل هيدي المكونات مع بعضها، بدوي الغاز على تقريبا حرارة ما حتكون عالية كتير، حرارة متوسطة، وبضلني عم حرك ليتقل عندي المزيج. فبضلني عم حرك لأتخلص من كل هيدي التكتلات اللي بتكون عندي من الطحين أو من الكاكاو. والنار لازم تكون مش قوية كتير ولا خفيفة كتير، وبضيف عليهم ملعقة صغيرة من النسكافيه لتعطيها طعم أقوى وأكتر للشوكولا. فإذا بحرك ليصير عندي المزيج بهيدا القوام، هضيف عليه هون ملعقة صغيرة أو مكعبة من الزبدة. بطفي النار وبحرك ليدوب عندي الزبدة. فإذا الزبدة اللي ضفناها بتعطينا لمعة وقوام حلو للشوكولا أو صوص الشوكولا. هلا عم بستخدم هون بسكوي محشي طبقتين. فيكن تستخدموا البسكوي اللي بيكون طبقة وحدة، بس أنا هيدا كان عندي بالبيت فقلت بدي استخدمه لهيدي النوع من الحلو. وعم غطس كل حبة بسكويت بقلب الحليب شوي وبرجع بشيله. فمثل ما قلنا فيكن تستخدموا بسكويت العادي، ما ضروري تستخدموا المحشي. فبعمل أول طبقة. أنا الصينية اللي عم بستخدمها صينية صغيرة منا كتير كبيرة. وهلأ خلصت أول طبقة وهضيف عليه صوص الشوكولا. وبعمل نفس الطريقة. هحط طبقة تانية من البسكويت المغطس بالحليب، وبحط فوقها كمان طبقة من الشوكولا. هيدي الوصفة ممكن نعملها بمكونات تانية بس هتكلفكن أكتر. يعني ممكن نشتري 3 ألواح من الجالاكسي وندوبهم ونضيف عليهم علبتين من القشطة مع حليب مكثف محلى. يعني بدل الطحين والنشا والسكر اللي حطيناه ممكن نستخدم هديك المكونات. بس أنا عم بستخدم مكونات موجودة بالبيت، وطعمتها كمان كتير طيبة، وإن شاء الله برجع بينكم هديك الوصفة. هلا من بعد ما حطيت الطبقة التانية بدنا نظبط الوجه. وبدي احطها بالفريزر، يعني بالبراد من فوق، بالفريزر بالتلاجة ساعتين حتى تجمد عندي. من بعد الساعتين بظهرها. في زين الوجه في يحط كاكاو، في يحط جوز الهند، في يحط فستق مبروش مثل ما انتو بتحبوا. انا ما حبيت او ما حطيت شي عليها. وبقطعها وبقدمها بالطريقة اللي بدنا اياها. شوفوا قلبها كيف. آه، خلوها تكون بالفريزر ساعتين 3 حتى تجمد معكم. فها هي وصفتنا لليوم، وصفة كتير طيبة، جربوها وسهلة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك إذا منكم مشتركين بالقناة. وبشوفكم بفيديو تاني، وصحتين وألف عافية.